عارفه تريزيجيه، انا عايز اقول لك على حاجه. انا متاكد قبل الحلقه دي الناس كان عندها حاله شويه قلق، كان عندها شويه كده اللي هو ايه اخبار الاهلي، ايه اخبار فرقه الاهلي، ايه. الحلقه بتاعتك طمنت الناس يعني امبارح، والكلام اللي انت بتقوله ده طمن جمهور النادي الاهلي انه الامور على افضل ما يكون، وان قد يكون في وقت من الاوقات هي في بس ايه قصه عدم توفيق، لكن الموضوع مش اكتر من كده. انا فاهم صح؟ صح انا فاهم مليون صح في المية. انه هي بس فكره عدم توفيق، انما الميكانيزم مظبوط جوه الفرقه والدنيا ماشيه كويس وعلاقاتكم ببعض كويسه. والله يا جماعه الناس اللعيبه كلها بتتمنى الخير لبعض. يعني انا بتمنى الخير لاي حد يلعب مكاني، والله بتمنى له الخير، مش هقول لك اقسم بالله اكتر مني. عارف. عشان النادي، احنا في اخر الموسم البطولات هناخدها النادي الاهلي اللي خدها، صح. مش اشخاص. وجوه النادي اللعيبه كلها بتحب بعض، واللعيبه كلها بكل بعد كل تمرين بنطلب اكل، كلنا نقعد ناكل مع بعض، بنخرج مع بعض، بنعمل عزومات. بس انت عزمت قبل كده؟ بنعمل عزومات. انت عزمت؟ اللي جاي انت ما عزمتش يا معلم. انا ما سمعتش غير عزومه واحده بس. لا بص، بتاعت ياسر ابراهيم دي اشهر عزومه حصلت عندكم في الاهلي. لا والشناوي عزمنا بعدها. طيب ما هاتني. والدور الجاي على زيزو، وبعد كده انا يعني مقسمينها كل والله بجد مقسمينها كل واحد مره يعني. والله بنعمل تجمعات مع بعض. بس احنا الفتره اللي فاتت كل يومين ماتش ومنتخب، فمش عارفين، بس احنا اللعيبه كلها لا، احنا بنعمل تجمعات كل اسبوع مع بعض، وقاعدين مع بعض، ونروح اي مكان نقعد لا الاجواء الحمد لله الحمد لله، واللي دايما في نادي الاهلي كده. بس ساعات بقى ايه، ليه الكيان ده مستقر كده، ما تيجي نخش نبوظ فيه. هم في اشخاص بتعمل كده، مع ان الكيان ده لو الدنيا كلها جت عليه مش ما فيش حد هيهزه يعني. الواحد لولا ان هو بيبقى عارف، يعني يتخيل انه انا ببقى عارف، يعني انت عارف كويس طبعا مصادري جوه الفرقه وجوه النادي وجوه، فببقى عارف كويس انه دي احلام يعني او افكار خزعبليه من الناس. بس الناس احيانا بتصدق انه انا اتخيل انه انتوا قربتوا تعملوا محاضر لبعض في الاسم من كتر الحاجات دي. ما فيش والله اي حاجه خالص. ما انا بقول لك الميزه بقى في لعيب النادي الاهلي ان هو ما يسيب اللي بيحصل ده كله ويركز في الملعب بس، لان ما فيش حاجه يا جماعه. احنا في الاخر لعيبه كوره، وفي الاخر كلنا يعني اللعيبه دي كلها في المنتخب مع بعض. يعني احنا اصحاب اوريدي، يعني انا جاي عليهم، احنا حوالي 12 13 لاعب معايا في المنتخب، يعني انا اكني ما صحيح. مش غريب يعني. هم صحيح. تيجي نلعب لعبه حلوه؟ يلا نلعب السبوره. فاكر السبوره؟ السبوره نعم ولا بس في ايدي من 9 سنين دي. ايوه. كانت صعبه عليا، يا رب تكون سهله المره دي. الميزه ان الاسئله عندي، واخد بالك ازاي؟ فالسؤال انت مش عايزه الجمهور مش هيشوفه، واخد بالك؟ فانا هنبصص ضارب بعيني اللي كده هقوم معديه. لا ماشي؟ ما عنديش مشكله عادي. والله ما عنديش مشكله. طب خد السؤال الاولاني. اضرب. لا ده سهل ده. كابتن محمود الخطيب هو من قاد مفاوضات عودتي للاهلي. صح. نعم ولا نعم. هي انا عندك نعم نعم ولا نعم ولا مش نعم وصح. معلش ما بسهرش والله. اسهرنا. حقك عليا والله، حقك عليا يا تريزيجيه. طيب خد اللي جايه دي. انشيلوتي طلب ضمي عندما كان مدربا لايفرتون في الدوري الانجليزي. نعم. ايه مرتين، هو في ايفرتون وهو في نابولي. ما جاتش بقى وهو في مدريد؟ ما هو قبل ما يروح مدريد كان ماسك ايفرتون. بس جالي الاصابه جالي الاصابه قبل. ما كنتش محظوظ انت في الحته دي. جات لي في اخر شهر 4، يعني انا كنت اخلص الموسم خلاص في نص 5 واروح ايفرتون، خلاص كانوا بيخلصوا مع النادي كل حاجه. طيب. جات لي الاصابه ديت، وانا في قاسم باشا كان عايزني في نابولي. بس اداره نابولي قالت له مش هينفع نجيب لعيب بيلعب في فرقه صغيره، هنقول للجمهور وكده، خليه يروح فرقه كبيره وبعد كده نجيبه. فهو اما راح ايفرتون لاني بلعب قدامه وكده وشافني وكده، بعد الماتش على طول اتواصل مع الايجنت بتاعي، الايجنت بتاعه تواصل مع الايجنت بتاعي، وتواصلوا مع النادي وكانوا بيخلصوا كل حاجه. بس يعني قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله. ما حزنتش؟ طبعا احلامك بتروح. انا في احلام، انا شفت احلام كتير قدامي بتروح، بس هفضل احاول لحد ما اوصل اللي انا عايزه. طب عايز اسالك سؤال، في وقت من الاوقات كان نفسك تلعب في ريال مدريد ولا تلعب في برشلونه؟ ريال مدريد طبعا. مدريدي. هو فريق عظيم، ما قلتش حاجه. انت برشلونه. يعني بس يعني ما اقدرش اقول مش مشكله يعني. لا ده مدريد يعني احنا انا قاعد معاك بقول حاجات يعني. ايوه بالظبط. يعني لكنه في الاول وفي الاخر ده فريق كبير، ويا سلام لو كنا نشوف تريزيجيه في مدريد. والله العظيم كنت اشجعه عشان خاطر. الحمد لله الحمد لله. الله يكرمك. لاعبو الاهلي تعهدوا بالفوز ببطوله السوبر لمصالحه الجماهير، نعم ام لا؟ قلنا البطوله دي على شرفنا. على شرفكم. الزمالك هو المنافس للاهلي على لقب الدوري العام، نعم ام لا؟
طبعا الزمالك طبعا فريق كبير ومنافس للاهلي في كل الاوقات. السؤال ده احنا سالناه بس عشان ده نعم ولا. تمام. كثره النجوم تسببت في ازمات داخل اوضه اللبس في الاهلي، نعم ام لا؟ احنا مش نجوم، احنا كلنا تحت امر النادي الاهلي، مفيش نجوم، مفيش في النادي الاهلي نجم. في ازمات؟ مستحيل طبعا. عجبني الرد بتاعك. الاصابات هي من حرمتني من الاستمرار في الدوري الانجليزي، نعم ام لا؟ نعم. نعم. مش اصابات، هي اصابه واحده. اصابه واحده هي والناس دي. حاطيني في خانه الاصابات. انا جات لي اصابتين كبار بس في حياتي، كتفي اتخلع وانا في اندرلخت اول ما سافرت. اول ما سافرت احترفت على طول. والصليبي. والصليبي، بس بعد كده بقى بيجي لك بقى شد مش عارف إيه، حاجات هبله يعني. رفضت عروض خارجيه بضعف ما اعتقداه ماليا في الوقت الحالي من اجل الاهلي؟ نعم. عروض خارجيه وعروض اوروبيه ولا كانت خارجيه فقط لا غير؟ خليجيه وتركيه. وتركيا. بس مبالغ اكبر بكتير يعني. تورو بيتفوق على ريبيرو، نعم ام لا؟ نعم، بس الراجل ما كانش موفق. انا مش عايز اخفق يعني اقول اي حاجه عليه. الراجل ما كانش موفق، بس انا معاك. نعم. منتخب مصر يستطيع تكرار انجاز المغرب في كاس العالم 26؟ نقدر نعمل حاجه في كاس العالم غير؟ ان شاء الله نقدر. نقدر؟ ان شاء الله نقدر بالايمان والثقه، ان شاء الله نقدر. نفسي لما نروح كاس العالم يعني ما نعملش تمثيل المشرف ده. ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله والله باذن الله. المره دي اللعيبه اللي موجوده كلها ان شاء الله هنتعهد باذن الله ان احنا نعمل حاجه كبيره. توقعت التسجيل في مباراه القمه واخبرت بعض زملائي بذلك ليله المباراه؟ نعم. بجد؟ قلت لمين؟ قلت لكذا حد. قايل لي زمايلي كلهم وقايل لهم هجيب ضربه جزاء. والله؟ والله. انت قلبك قاعد يا اخي. قلت لهم هجيب ضربه جزاء وقايل لهم صبحي بيقف فين وبيعمل ايه عشان كده قلت لي امبارح انا عارف هجيبها جول. بقول لك انا حاطط السيناريو، عارف حاطط صبحي السيناريو قدامي من قبل الماتش اصلا. برافو عليك، مذاكر يعني. برافو عليك، مذاكر حاجه. اتمنى تولي علي ماهر تدريب الاهلي يوما ما، نعم ام لا؟ نعم. نعم. عشان هو يستاهل، هو مدرب كبير، مش عشان انا شخصيا. انا ما طلع الشخصيه اللي هو ان هو أيوة ساعدني في مشواري، ان هو راجل اداؤه واللي بيعمله مع الفرق كلها يعني يستاهل الواحد يقول عليه كده يعني. بص السؤال ده عشان ده سؤال فيه فخ. نجوميتي تتفوق على نجوميه زيزو وامام عاشور، نعم ام لا؟ لا، انا مش انا شايف نفسي مش نجم، انا لعيب عادي. هم نجوم كبار واحنا زي ما بقول لك النادي الاهلي كله احنا لعيبه واحده، بس هم لعيبه كبيره. انا بالنسبه لي انا مش شايف نفسي، انا عمري ما شفت نفسي نجم، ما قلتش نفسي كبير على حد. ما شاء الله عليك يا تريزيجيه، ده اجابات نموذجيه يا ابني. والله بقول الحقيقه، والله مش انا ولا عارف. بص يا ابراهيم، لازم تبقى فاهم. والله الحمد لله يا رب. رحم الله رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. الله ينور عليك. انا الحمد مش محتاج حاجه من حد، ولا محتاج اكبر في نفسي، ولا محتاج اقول على حد اي حاجه، ولا اقول على نفسي اي حاجه. انا بقول كل حاجه اللي على قلبي على لساني، ما بجملش حاجه. طيب هديلك اختيارات. اكتر لاعب تاثر الاهلي برحيله: وسام ابو علي، رامي ربيعه، محمد عبد المنعم. النادي الاهلي ما تاثرش بحد. افضل بطوله في مسيرتي مع الاهلي: دوري ابطال افريقيا 2012 يعني، دوري ابطال افريقيا 13، كاس الكونفدراليه 14. ممكن الكونفدراليه عشان انا كنت جبت جون في النهائي اللي هو في الذهاب. وكابتن عماد متعب جاب الجون في الاياب، فممكن دي تكون فيها حته بالنسبه لي اكتر عشان انا كنت مشارك في الجون يعني. مين اسوأ مدرب اتمرنت تحت قيادته في مسيرتك كلها؟ لا، كلمه صعبه قوي، بس انا طب مين اكتر؟ في ناس ظلمتني كتير. مين اكتر مدرب ظلمك؟ كتير ظلموني وانا اقسم بالله يا ابراهيم، اقسم بالله انا شفت حاجات في الكوره، حاجات في الناشئين بالذات. اقسم بالله في الناشئين المدرب كان بيجي يقول لي انت ما ينفعش تلعب كوره، انت لا تصلح تلعب كوره. طب انت اما انت قلت كده وشفت لعيب بيلعب في البريمير ليج، انت ايه شايف نفسك فين؟ انا كنت بروح ابراهيم معيط. قول لي بالله عليك، حد قال لك كده؟ قال لك انت ما ينفعش تلعب كوره؟ والله العظيم اتقال لي كده، انت لا تصلح تلعب كره قدم. كابتن علي ماهر اساله التصريح التقرير مكتوب فيا لا يصلح يلعب كره قدم. انت يعني من غير ما اعمل له حاجه، كل ده عشان انا جسمي صغير وبعمل مهارات. هو عايزني قوي وبضرب وهي والحاجات ديت، ما انا كنت جسمي صغير برقص وبدي كوبري واجيب جون شكله حلو وارقص الجون. قال لي الكلام ده كله ما ينفعش في الكوره، انت لا تصلح تلعب كره قدم. 4 سنين باخد شنطتي كل ماتش، فرقتي بتلعب داخلين معسكر وانا باخد شنطتي وبروح معيط.
مش عارف اخش الاهلي اقول لهم ايه، اقول لهم انا جاي فرقتي هتلعب بكره انا، يقول لي انت ما بتتمرنش انت بتعملش، اقول لهم والله انا ما اعرفش، اعيط صعب على نفسي. مش عايز تقول اسمه؟ لا هو ده يعني واحد روقني جامد، بس اللي قبليه كلهم كان عندهم اعذار، انت لسه صغير، انت جسمك صغير. اللي جالي بقى وانا عندي 16 سنه يعني اللي هو كان بيقسمني نصين بقى، اللي هو انا خلاص هبطل، هيبطل. انت لا تصلح تلعب كوره، انت قلت له انت هو انا انت عليك، كان عملت لك حاجه في حياتك؟ قمت طالع القميص واتفضل انا مش لاعب كوره تاني. قال لي امشي مش عايزك، قلت له حاضر. قال لك امشي مش اه عايز؟ والله قال لي امشي. انا اول مره اعرف والله القصة قال دي. لي امشي، انت قال لي حكيت امشي لم الموضوع ده قبل لبسك كده؟ وامشي. زمايلي لا ما حكيتوش، زمايلي جم ورايا في الملعب اللي هم اللعيبه قالوا له يا كابتن ما ينفعش، قال لهم لا خلوه يمشي. ناس زمايلي كانوا كباتن فرقه طلعوا يجروا ورايا على الاوضه عشان ما اخدش وانت عندك وامشي. 16 سنه؟ وانا عندي 16 سنه كنت هتبطل كوره؟ خلاص خدت لبسي ومشيت خلاص، والنادي كلمني قال لي شكرا. لا حول لحد ولا ما قوة علي إلا ماهر بالله. كلمني مم. قال لي يا ابني انت تعالى انا عايز اشوفك. حضرت ورقي وخلاص رايح قطر، خلاص راح اتجنس خلاص. كان بتتكلم حد بجد؟ شافني والله كان حد شافني خلاص وراح اتجنس. قال لي لا تعالى انا عايز اشوفك. تشوف مين يا كابتن؟ انا النادي خلاص مشاني وماشي باهانه قدام زمايلي. قال لي تعالى جرب، ورحت قال لي اقعد هتمضي مش ماشي. والله العظيم ده كل تغيير ده علي ماهر ده ربنا كبير، برنس، ربنا كبير. ربنا كبير. انا خلاص مصيري خلاص في حته ثانيه، يجي تتاخد كده خلاص تلاقي نفسك. انا بالظبط 16 سنه ونص كنت فريق اول، يعني ما لحقتش العب في الناشئين اصلا. سبحان الله. من لا تصلح من لا تصلح كره قدم، وبعيط كل ماتش 4 سنين ما بلعبش، بعيط كل ماتش مروح. لتريزيجيه. سبحان الله. سبحان الله. لاعب بتتمنى انضمامه للاهلي مصطفى محمد، ابراهيم عادل، او لاعب اخر؟ لعيبه كبيره كلهم معانا في المنتخب ربنا يوفقهم، بس انا شايف ان يعني مش ما اقدر بلاش السؤال ده. انا لعيب كوره في الاخر، انا مش مدرب. ماشي. انا لعيب كوره ما اقدرش اختار حد. شلتهولك. ماشي. افضل مدرب اتدربت تحت قيادته؟ حسام البدري، محمد يوسف، علي ماهر. مدرب مصري. الثلاثه طبعا. ثلاثه طبعا ضافوا لي كتير، كابتن محمد يوسف وكابتن حسام البدري وكابتن علي طبعا. مدرب كان يستحق فرصه اكبر مع منتخب مصر؟ فيتوريا اجيري، كارلوس كيروش. ممكن فيتوريا اجيري، كيروش. اجنبي. ها كان يستحق فرصه افضل. فرصه اكبر. ممكن هقول فيتوريا مثلا. فيتوريا ماشي. انجاز بتتمنى تحقيقه خلال مسيرتك؟ كاس الامم الافريقيه، الوصول لابعد مدى في كاس العالم 26، تحقيق انجاز مع الاهلي في مونديال الانديه. ممكن السؤال تاني معلش؟ اقول لك سؤال تاني. انجاز بتتمنى تحقيقه خلال مسيرتك؟ بطوله افريقيه مع المنتخب، تفوز ببطوله افريقيه مع المنتخب، تعمل انجاز مع المنتخب في كاس العالم 26 اللي جاي، تحقق انجاز كبير مع الاهلي في المونديال. سلام، الثلاثه دولت لو جولي خلاص كده انا جبرت كده خلاص. طب والله ما انا مغير لك الاجابه. ربنا يا رب خدوا الفال من على الالسنه. يا ربنا يا رب يكرمك بالثلاثه ان شاء الله باذن الله. ما عشان ربنا يكرمنا معاك الثلاثه شرف. الاهلي في كاس العالم للانديه، منتخب مصر كاس عالم، كاس افريقيا. انت بتقول احلامي. صحيح ان شاء الله باذن الله تحقق ان شاء الله. سؤالي الاخير. ايه اللي نفسك تعمله على مستوى حياتك الشخصيه وعلى مستوى شغلك؟ وده اخر حاجه اختم معاك. طبعا انا عايز اشكر اهلي، اخواتي اللي دايما واقفين في ظهري، وبشكر مراتي اللي دايما سبورت ليا في كل حاجه ودايما بتدعمني. وبتمنى ان انا ولادي يبقوا فخورين بيا، ويعرفوا ان ابوهم عمل كل حاجه ان هم يفتخروا بيه. وديت اهم حاجه عندي بالدين، ان انا في يوم من الايام ان انا ابني يكون فخور بيا ويعرف قد ايه ابوه تعب وعشان يعمل اسمه ويحافظ على اسمه. دي اللي انا بتمناه. تريزيجيه، انا سعيد بيك جدا جدا، فخور بيك وفخور بالتطوير اللي انت عامله لنفسك على المستوى الذهني وعلى المستوى الفني. بتمنى لك يا رب كل التوفيق وتكسر الدنيا اكتر، تحقق احلامك اللي هي احلامنا ان شاء الله باذن الله. ودايما يا رب في خير، ودايما يا رب في نجاح يا رب. بشكرك. ربنا يخليك يا ابراهيم، والله انا اللي بشكرك، ودايما متالق، وربنا يوفقك يا رب في مجالك، ودايما مكسر الدنيا، ويا رب اكون خفيف عليك وخفيف على الناس.
حبيب اخوك حبيبي والله حبيب حبيبي اخوك. حبيبي شكرا. دي كانت حلقتنا النهارده، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، بشكر فريق العمل بالكامل. حلقه مختلفه، حلقه مميزه، قربنا من انسان حقيقي حقيقي يستحق التقدير والتحيه، هو المصري محمود حسن تريزيجيه. تصبحوا على الف خير.